وخليني اقول لك ان التعاون ما بين جوجل وسامسونج تعاون كبير. عندنا ميزات قويه جدا زي ميزه سيركل تو سيرش اللي نزلت الاول مع الالترا، وبعد كده مع تحديث ال One UI 7 بقت متاحه لاغلب موبايلات سامسونج. ولكن خليني اقول لك هي مش مجرد بس انك بتحدد وتدور على حاجه وتقول لك المنتج ده او الحاجه دي موجوده فين او بتتباع فين، سواء كانت خدمه او اي حاجه تانية. لا، الموضوع اكبر من كده، في تفاصيل، في حاجات كتيره ممكن تعملها. وحرفيا لما تعرف المميزات اللي موجودة هنا مش هتبطل تستخدمها بعد كده. الاول انت بتجيب اصلا ازاي دي، تعال نطلع كده، بتدوس هنا على شريط الموجود تحت ده، خليك دوسة خفيفة كده ويبدأ يظهر معاك السيركل تو سيرش. اول حاجة هنبدأ بيها انك بتعمل شكل كده او دايرة او مربع على الحاجة اللي انت عايز تدور عليها، ودي المعروفة ودي اشهر حاجة واللي كل الناس عارفاها وبتستخدمها. ايه الجديد بقى هنا؟ اول حاجه الاي اي هنا او جيميناي بيكتب لك نبذه كده عن اللي انت محدد عليه ده، وبيشرح لك اكتر عنه وبيقول لك بشكل ملخص كده ده عباره عن ايه. طيب عندنا دلوقتي اختيار النص دي، لما تدوس عليها حدد لك هو على الكتابه اللي موجوده. تقدر دلوقتي تعمل لها نسخ لو انت عايز تبعتها لحد، وتقدر كمان تعمل لها ترجمه فتترجم لك اللي قدامك ده من الانجليزي للعربي او اي لغه انت تانية انت عايزها. مش بس كده، ده كمان جاب لك المنتج تحت اهو، التاب اس 11 الترا بيتباع فين، عامل كام، ممكن تلاقيه فين، ويجيب لك كمان معلومات اكتر عنه. برضو مش بس كده، لو رجعنا تاني وعملنا شكل كده الدايره عليه، عندك جنب اختيار النص دي في مشاركه دي لو دوست عليها بيحدد لك الجزء اللي انت محدد عليه دلوقتي ده عباره عن صوره تقدر تبعتها لاي حد، تعمل لها شير على اي تطبيق تاني. لو انت عايز مثلا توري الجزء ده او الصورة دي لحد تاني تبعتها له عادي بكل سهولة. فبدل ما تاخد انت سكرين شوت للشاشة كلها وترجع تحدد وتقص جزء معين اللي انت عايزه بقى انت لا، توفر كل الكلام ده على طول، بتحدد وتعمل مشاركة وتبعت الصورة دي لأي حد انت عايزه. وبرضو موضوع الترجمة، فيه هنا اكتر من طريقة للترجمة. لو انت عايز تترجم جزء معين ممكن تحدد عليه كده، تقدر تعمل اختيار النص دي، فبيحدد كده على الكلام اللي موجود في الصورة اللي انت او في المنطقة اللي انت محددها، وتقدر تعمل له ترجمة كده. فهنا اهو بيترجم لك بقى من الانجليزي للعربي او العكس او حسب اللغة اللي انت عايزها. الطريقة التانية اللي بعد كده اللي ممكن نترجم بيها ونترجم بيها كامل الصفحة، احنا بنطلع كده لورا بنشغلها تاني، وعندك هنا الترجمة دي لو دوست عليها فهو هنا بيترجم لك بقى كل اللي ظاهر قدامك على الشاشة. ده الترجمة اهو، كل حاجة اترجمت عشان يسهل عليك، بدل ما تعوز تاخد جزء جزء من الشاشة تترجمه لوحده او تروح لتطبيق تاني، تقدر تعمل كل ده بضغطة واحدة حرفيا مع جيميناي او سيركل تو سيرش. ومن هنا طبعا تقدر تتحكم في اللغات دي، تقدر تغير بقى اللغة اللي انت عايزها حسب الصفحة اللي قدامك ايه، او حسب الترجمة اللي انت عايزها تبقى عاملة ازاي. علامة الاكس دي لما تضغط عليها بيرجع لك تاني للصفحة العادية اللي احنا بنشتغل عليها والادوات اللي احنا متعودين عليها. وعندك حاجة تانية برضو جامدة هنا، اللي في النص دي علامة السماعة دي، لما تدوس عليها كده بيفتح لك المايك انك تقعد تدندن كده وتقول نغمات كده الاغنية او الموسيقى اللي انت عايزها، ولكن انت مش فاكر اسمها ايه، مش عارف هي ايه. هتقعد تدندن بقى وهو يسمع، هيروح يجيب لك بقى النغمة اللي انت عايزها. مش هعرف اقربها هنا عشان الموسيقى والكلام ده بقى عليه حقوق وكده. هنا كمان بقى علامة المايك، علامة المايك دي لما تدوس عليها كده هتقعد مثلا يبحث لك جوه الصفحة كلها الموجودة قدامك S25 الترا. طيب سيركل تو سيرش دي هتبقى موجودة عند مين؟ اي موبايل دلوقتي عليه ال One UI 7، فيما فوق بقى One UI 8، كل الموبايلات دي بيبقى عليها دلوقتي السيركل تو سيرش، وتقدر تستخدم كل المميزات دي. حتى اقل موبايلات في سلسلة ال اللي موجودة عند سامسونج دلوقتي موجود عليها ال One UI 7، وتقدر تستخدم الميزة دي عادي. فحاليا يعني اغلب موبايلات سامسونج كلها تدعم الميزة دي. وطبعا مميزات اكتر واكبر من كده مع الاي اي من سامسونج جالاكسي اي اي، ولكن طبعا ده بيبقى ليه فئات اعلى، اجهزه معينه ومحدده جدا من سلسله الاي، وطبعا سلاسل الفلاج شيب سلسله الاس والفولد. ولو موبايلك غير داعم لتحديث ال One UI 8، فعايز اقول لك ال One UI 7 فيه مميزات جباره جدا وقويه، وهي دي التحديث اللي كان نقله نوعيه في تاريخ سوفت وير سامسونج. تقدر تشوف كل المميزات دي من هنا. مع السلامه.